وانا سعيد جدا بهذا اللقب يعني. العصفورة قالت لي ان انت بعد الطرد قلت انا هجيب الكاس للمغرب. صح ولا لا؟ اي لانه بالحقيقه يعني لما اخذت الكارت الاحمر وما كان يعني في نيتي اني اضرب المدافع، لكن صارت انتقادات كبيره جدا. انا يعني متفهم الانتقادات هذه لانه كانت من ضمن الجماهير اللي كانت هذا ابنك؟ اي شو اسمه امير اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لازم نرفعهم. ارفع انت واحد وانا واحد. هذا منو؟ هذا ريان وهذا امير. هذا ريان حمد الله يخليك وامير حمد الله. اهلا وسهلا. شو اسمه؟ امير ريان. انت حبيت ريان. حبيت عشان نادي الريان. ف الانتقادات كانت يعني قوية جدا جدا، لكن الحمد لله يعني عندي مناعة عليها. فكلمني واحد صديق اللي هو أشرف ويعني يبي يوازيني على الأحمر وعلى الانتقادات، فقلت له ما عليك، أنا ثقتي في رب العالمين كبيرة وإن شاء الله راح يعوضني وحكون أنا السبب الرئيسي في أخذ هذه الكأس إن شاء الله، والحمد لله صارت يعني. نعم. طبعا الزميل محمد سعدون كواري حاب انه يتكلم معك. الان راح تسمعه في السماعه. تفضل محمد. شكرا عبد العزيز. اول شيء نقول حق حسن نور شاشه ومبروك نجاح البطوله. كابتن عبد الرزاق مساء الخير، الله يخلي لك امير. طبعا عشان ولد عمك كل الاسره. لا الحقيقه لان فعلا هم نجحوا صراحه في تنظيم هذه البطوله. كابتن عبد الرزاق يعني انت عارف ان انا على المستوى الشخصي معجبين فيك من زمان يعني بعيد جدا، لكن انا ودي اوقف قليلا عند القوة الذهنية اللي تميز فيها حمد الله. أنا تابعت مشوارك ما شاء الله من الصين إلى الجيش إلى الريان إلى الرباط الصليبي والعودة من الرباط إلى النصر إلى الاتحاد إلى الشباب إلى كأس العالم للأندية مع الهلال. في كل مرة كنت تمر بتحديات، مع ذلك كنت تنجح نجاح ذهني. في بداية الاستوديو قبل بداية المباراة النهائية كنت أتحدث مع يوسف شيبو، ذكرت له بأن حمد الله متعطش لإنجاز بقميص المنتخب المغربي ويريد تحقيق هذه البطولة. نزلت الشوط الثاني سجلت أهم هدفين في هذه البطولة المنتخب المغربي، واثنين من أهم الأهداف في مشوارك الكروي الكامل. مبروك. الله يحفظك أخوي محمد، وحتى أنا يعني لي شرف أنك صديق، رغم مو عندنا يعني تواصل كثير، لكن يعني أحترمكم وأقدركم. ان شاء الله قريبا اتشرف اشوفك وجه لوجه، ازورك في الرياض ان شاء الله. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، اليوم الكبير هذا. الله يخليك.